تناقل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر أخبار جديدة عن قضية فرار هشام عطية المدعو الوهراني إلى أوروبا لكي لا تتم محاكمته على الجريمة التي قام بها هو وشركائه. بمقطع الفيديو الذي تم تسريبه مؤخرا حيث ظهروا وهم يضربون أحد المواطنين ضربا مبرحا ما أدى إلى فقدانه أسنانه وانتفاخ عينيه. وروى شهود عيان قبل أشهر أن المدعو الوهراني قد سافر بقارب في أحد الليالي الممطرة شهر جويلية الماضي رفقة مجموعة من الشباب الحليمين بجنة أوروبا بالقارب السريع، ولم يتم التعرف على مصيرهم لغاية أسبوع كامل، حيث انتشلت البحرية الإيطالية جثث عدد من الجزائريين أواخر شهر جويلية. وأشارت التحقيقات حينها أن عاصفة جوية قوية أدت إلى انقلاب المركب الذي يضمهم. واستنادا لهذه المعطيات فمن المرجح أن يكون هشام قد غرق مع من غرق، وبذلك فإن هذه القضية التي أرقت الجزائريين وبثت الرعب في قلوبهم ستطوى أخيرا، لكن لا شيء مؤكد حتى اللحظة.